ده مش تيم يكسب بطوله افريقيا. يعني ده تيم الحقيقه. حتى المدير الفني اللي هو كارتيرون انا حسيت انه تايه في الماتش، يعني مش عارف يجيب مين وانت بتلعب الاستراتيجي بتاعتك ايه؟ هل انت بتمسك كوره؟ هل انت بتعمل هجوم بغرض الدفاع، ولا هجوم شكلي، ولا انت عايز فعلا ومدي لعيبتك الايحاء ان احنا رايحين نكسب. احنا رايحين نكسب وبنلعب وبعدين بنرد في الدفاع، يعني بنلعب ماتش متوازن. الكلام ده كله مش موجود في المباراه. يعني انا شايف انه يعني اداء فريق النادي الاهلي الحقيقه مخيب للامال، وما كانش ممكن يبقى احسن من كده، لانه الامكانيات اللي موجوده كده، امكانيات اللعيبه اللي موجوده كده. اللعيبه دي خصوصا يعني طبعا انا عايز اعترف ان في اصابات لعناصر مهمه ما بقتش موجوده في التشكيل، لكن في النهايه زي ما بنقول النادي الاهلي بمن حضر لان كان عنده نمره 2 و3 ما يفرقوش كتير عن نمره 1. ده راي حضرتك من قبل الماتش؟ طبعا حتى لو كسبنا البطوله. حتى لو كسبنا البطوله طبعا ما حدش هيصدقني، بس انا كنت اقول كده برضو. لانه مش ده النادي الاهلي. انت النادي الاهلي جمهور واعي وبيفهم، ولازم يتبسط من الاداء ويعرف ان الاداء ده ممتع، ومش بس بكسب باي شكل، لا الاداء ده مقنع وممتع، وان انا عندي الفرقه اللي هي تستحق تكسب، ولو ما كسبتش اقول لها هارد لك. انما لما فرقه زي اللي كانت موجوده دي بتخسر اقول لهم مش هارد لك،